السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. النهارده استلمت الاوردر ده جالي لحد باب البيت، لحد موثوق منه، انا متعامله معاه. الطيور ديت الموجوده معانا النهارده، معانا بط خليط مسكوفي على بلدي، بسم الله ما شاء الله. ده دفعه بط رقد مسكوفي على بلدي. البط ده الاهالي بتاعته بتبيض وبترقد، بتطلع كميه البيض. دول بطه مطلعه 16 وبطه مطلعه 15، بسم الله ما شاء الله. دول 31 بطايه رقد بطتين، الله اكبر عليهم، ربنا يبارك. بس اللي يشوفهم يقول ده ولاد بطه واحده، هما سيستم واحد وقطيع واحد والشكل واحد، مفيش اي حاجه مختلفه فيهم تمام. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. بس هو ممكن واحده تكون مطلعه قبل الواحده بيوم، بس هو القطيع الشكل واحد والسيستم واحد والنوعيه واحده، وهم جايين اصلا من عند 2 اخوات. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب الخير، اللهم امين. دول بط خليط مسكوفي على بلدي، البطايه بتشبك في ايدي اهي، اهي بسم الله ما شاء الله بتشبك في الايد. ده خليط مسكوف على بلدي مش بلدي صافي، فربنا يبارك. بس الناس بتخاف من حراره الجو، فبيبيعوا البط الفتره دي، بيبيعوه بيخافوا ان هم يربوه. بس اللي عنده خلفيه من التربيه مش بيفرق معاه لا صيف ولا شتاء. فان حاجه مشت معانا وهي صغيره تمام، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه مشت هنربي ونبيع ذكوره وانات كبيره للشغل ان شاء الله. فربنا يبارك. هستقبلهم بقى. البط اللي انا طلع لي ايه، كنت بقول هستقبلهم، اللي كان طالع لي من الفقاسه، طالع لي انتاج النهارده من الفقاسه، كنت بقول هستقبله مع البط المولر ده. فاحنا طلع معانا بقى انتاج جديد، جاي لنا انتاج جديد النهارده. الدفعه اللي جايه لنا ديت بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. فدول هندخلهم مع الايه، البط المولر والثلاث بطايات البيور. فربنا يبارك يا رب. حاجه ورد وحاجه لوز، بسم الله ما شاء الله. شايفين انا بحدف البطايه ازاي؟ اهي البط ما فيش فيه اي مشاكل خالص. لا يقول لي حرام عليكي، لا مش حرام يا جماعه، انا بفوق البطه اللي موجوده معايا، هم عطشانين. هندخل لهم ميه دلوقتي، السقايه خلصانه، ان البط الجعجاع او البط المولر بيستهلك ميه كتير جدا جدا. فربنا يبارك يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا ايه ده، لمبه موفره. اللي يقول لك شغلي لمبه تحضين 3 4 ايام، لا اللمبه موفره، المكان حر جدا جدا، الجو حر يا جماعه، فشغلوا لمبه موفره عشان يبقى المكان رطب للطيور بتاعتك. ان شاء الله انا بعمل سلاكه كبيره هوديها البيت التاني، وهنقل دفعه البط دي كلها هناك، واحاول اشوف لهم جيركن صغير كده اقرطه لهم، افتحه بحيث ان هم ينزلوا في قلب الجيركن ويستحموا. هسيبهم طول اليوم مثلا على الارض، وطول الليل ابيتهم في قلب السلاكه دي. فربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين، ويبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا جميعا خير الدنيا والاخره يا رب ان شاء الله. فانا هعمل لهم السقايه الاول كده وارجع لكم. كده يا حبايبي انا مليت لهم السقايه اهوت، بسم الله ما شاء الله. الكميه كبيره جدا جدا، يعني احنا كان معانا 13 بطايه في قلب المكان، وجالنا 31، يعني كده معانا 44 بطايه في المكان هنا، وطلع لنا 7 موجودين في السلاكه من فوق، هوريهم لكم دلوقتي. يبقى اللهم صل على محمد 44 و7 يبقى 51 بطايه، كميه كبيره جدا. فعايزين مكان اوسع واوسع، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ونحاول نشوف لهم مكان واسع عشان البط بتاعنا عايز يستحمى ويبلبط، عشان يبقى يومه بيومين ويبقى ماشي معانا تمام، ما يبقاش في اي مشاكل قدام. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق الجميع. طالع معانا النهارده رومي، وطالع معانا الاستقبال بتاعنا اللي انا عملت طلعت فيه الرومي والحاجه على قناه يوميات ام ليلى لتربيه الرومي. بس طالع كتكوتين رومي عشان بس انا اتاخرت عليهم في الفقاسه، فطالع نفس الوضع اللي انتم شايفينه، بس ان شاء الله يتحسنوا يبقوا حلوين. فربنا يبارك يا رب. ده دفعه البط اللي طالعه معانا اهي، بسم الله ما شاء الله. طلعنا 7 بطايات خليط، 2 اسمر في ابيض و5 ابيض صافي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق الجميع. وطالع معانا 4 سمانات اهمت، ولسه في سمان في الفقاسه، مش هنحط لا خرطوم ولا هنصحن علف زي ما استقبلت مع 6 سمانات التانيين اللي كانوا طالعين الاخر. دول برضه يبقوا نفس النظام، هينقروا وياكلوا العلفه الناعمه وهيشربوا، وهتبقى دنيتهم تمام. الفرخين الروم دول فيهم واحد يعني الى حد ما كويس، والتاني هبطان شويه، بس ان شاء الله على الصبح هيكونوا فوقوا مع الاكل والشرب، هيكونوا تمام. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. هبيتهم عندي، والصبح هتصل على صاحبتي تيجي تاخد الفراخ بتاعتها لحد بس ما يفوقوا يقفوا على رجليهم، فيكونوا الصبح ان شاء الله واقفين على رجليهم، فاتصل عليها تيجي تاخد حاجات. هم بس اللي حصل فيهم ان انا اتاخرت عليهم في الفقاسه، فعشان كده من ارتفاع درجه الحراره حصل معاهم المشكله دي. بس ان شاء الله لو هيفوق منهم واحد حتى اقدر ان انا اقول لها التاني فيه حصل فيه مشكله من تاخيري بس عليه في الفقاسه، يعني يبقى واحد بس بسيط احسن ما يبقوا الايه الاثنين. فده ان شاء الله اذا اراد ربنا هيصبح حلو وواقف على رجليه. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق الجميع. طلع لها 6 فراخ
فهم دول منهم الاثنين دول اللي فيهم مشكله. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. فراخنا الجميزه الله اكبر عليهم، شايفين الحجم بتاعهم النهارده بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. دول تسمين ان شاء الله، عشان زي ما قلت لكم انا عايزه اعمل فراخ جميزه تسمين مع ديك هند عشان يجيبوا معانا سلالات كويسه. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره. فدي دفعه البط اللي خارجه لنا، ومعانا بيض رومي نائر في الفقاسه لنا. فربنا يبارك. الرومي الحاجه الوحيده اللي مش عايزه ان انت تسيبيها في الفقاسه، مجرد ما ينشف تطلعيه من الفقاسه مباشره عشان يعيش معاكي، لان لو طولت عليه في الفقاسه الرومي روحه بسيطه جدا جدا، وزياده درجه الحراره بتاثر عليه. ممكن اسيب السمان، ممكن اسيب الفراخ، ممكن اسيب البط، انما الفراخ الرومي بالذات ما ينفعش. البط ده طالع وياهم من امبارح، بس الرومي هو اللي اتاثر بحراره الفقاسه، انما البط والسمان ما حصلش فيهم اي مشكله. هو الرومي اللي اتاثر بحراره الفقاسه بس. ده زي ما قلت لكم الى حد ما كويس، وهيصبح واقف على رجليه، مجرد ما ياكل ويشرب هيبقى تمام. فربنا يبارك يا رب. نشوف مع بعض برده بقيه الفراخ بتاعتنا اللي كنا مستقبلينها معاكم برده. ربنا يبارك. وكان في جماعه طلع لهم بطتين جعجاع، حطيتهم على دفعه الفراخ الثانيه عشان ما بقاش تايهه فيهم البط بتاعي اللي عندي. فربنا يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي دفعه الفراخ بتاعتنا اهيت بسم الله ما شاء الله. والرومي الصغير اللي كان موجود هناك في الاوضه الثانيه نقلته جبته هنا تاني لانه تايه في وسط الطيور، فانا نقلته جبته هنا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره يا رب اللهم امين. ربنا يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. الدفعه كبيره، هنحاول ان شاء الله بقدر المستطاع ان احنا نشوف لهم مكان، نحاول ان احنا يعني ايه الكتمه في البوكسه زياده عن اللزوم، يعني اقصى حاجه اسبوع في البوكسه كده للطيور، وعايزين ينسبوا على الارض عشان يشموا نفسهم، لان الكتمه في البوكسه صعبه عليهم. فان شاء الله نحاول بقدر المستطاع ان احنا نوفر لهم مكان ونظبط لهم الدنيا ان هم يبقوا فيه، عشان ما يحصلش لهم كتمه في المكان او يحصل لهم اي بهدله. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب الخير اللهم امين. اي استفسار او اي سؤال عن اي حاجه انا تحت امر حضراتكم ومعاكم، مفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص، هرد على جميع اسئلتكم. هوريكم السمان برده اللي موجود معانا في الفقاسه ولسه ما نشفش، هوريه لكم. اللي طلعوا لقيتهم 4 ناشفين، فانا جبتهم نزلتهم في البوكس هنا مع البط والفراخ اللي كانت موجوده. فقلت اسيب بقى السمان لحد ما ينشف تماما، لسه في بيض ما نقرش، فقلت اسيبهم بقى. هو كانت كميه بسيطه، يعني زي ما بقول لكم كده انا بجرب بيض السمان بتاعي هل هو مخصب ولا مش مخصب. فاحنا طلع معانا 4 ودول كده 9 11، ولسه في بيض معانا هنا نائر، فانا سايباه لحد ما ينقر كله تماما ويطلع معانا. يعني في بيض نائر وفي بيض لسه ما نقرش، فهسيبه اهو. دي نائره اهيت، هسيبه لحد ما ياخد راحته تماما، ودي لسه ما نقرتش. دي نائره اهي يا حبايبي، بتشق وتطلع اهي بسم الله ما شاء الله اهيت. هنسيبها تخرج براحتها. في حاجه تانية ودي بتنقر اهيت، مش عارفه بقى واضحه معاكم ولا لا. حتى العلامه البيضه ديت اهي بتنقر، بيض تقيل يعني وبينقر في البيضه. ودي برده نقره اهيت، بس القشره بتاعتها عامله اهي، فحاول اسلك لها انها تخرج اهي. سيبها بقى لحد كده وهي تخرج بقى براحتها. لسه في بيض ما نقرش لان هو لسه بادئ عليه السلام، لسه بادئ اول طلوع النهارده، فهو بيقعد يومين. يعني بيض السمان بيقعد يومين على ما بيخرج كله. ودي بدأت تنقر اهي، بس برده مش عارفه واضحه معاكم ولا لا. فان شاء الله هيطلع لنا ايه حاجه كويسه. ودي برده نقره اهي. ربنا يبارك يا رب اللهم امين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. بدأت والله بجد بدأت ازهق من السمان، لان دورته سريعه جدا جدا، بيطلع معانا بسرعه، فما عدتش لاقي اماكن. يعني بيطلعوا لي كميات بسيطه كده ورا بعضها، وما عدتش لاقي اماكن. ما بحبش اركن بيض السمان، لان بيض السمان بالذات لو اتركن بيكتم في البيض. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ربنا ييسر. ودفعه السمان ديت نخرجها نحطها في اي مكان، اللي هي الدفعه اللي موجوده معانا دي نحاول نشوف لها اي مكان تاني، عشان برضو لما يخرج معانا سمان صغير او كتاكيت صغيره يبقى عندنا مكان تاني. هم بسم الله ما شاء الله ينفعوا يتحطوا على الارض دلوقتي. الله اكبر، بدا يطلع لهم ريشه اهو، فينفعوا يتحطوا على الارض دلوقتي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. نحاول برضو نشوف لهم مكان، بحيث لما يطلع لنا دفعه تانيه يبقى عندنا اماكن جاهزه لاي طيور تطلع عندنا تاني. فربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب اللهم امين. شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. والسته الصغننين اهم بداوا يحلوا معانا اهو، شايفين اهو. والله لا حطيت ميه بسكر ولا حطيت خرطوم في السقايه ولا صحنت علفه، ورميتهم في وسطهم بسم الله ما شاء الله، بداوا يبانوا زيهم اهو. الله اكبر عليهم. ربنا يبارك. والفرخ اللي كانت ليه رجل واحده معوقه الله اكبر نفس الحجم بتاعهم اهو، لان هو رجل واحده معوقه فبياكل وبيشرب وماشي في وسطهم تمام مفيش اي مشاكل. فربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب اللهم امين. استنوا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.